بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عندي في مطبخ أم منير، دائما مع الأجواء الناير والاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة. اليوم راني معروضة لدارنا العشاء والسهرة تاع الناير. بغيت خواتاتي كاع تجوا معايا تشاركوني الأجواء وتحضروا معايا. مرحبا بكم، قعدوا معايا حتى لآخر الفيديو. والأخوات اللي دخلوا جدد للقناة، إذا عجبكم المحتوى ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد الفيديوهات. وراكم تعرفوا كي نخرجوا ما نبغوش نروحوا بيدينا فارغين. قلت ندير حاجه خفيفه، في الحقيقه ما كانش عندي الوقت. حنا في المنطقه تاعنا كاين اللي يحضر الرفيس يشربوا بها قهوه نهار ناير، الرفيس تاع التمر. وكاين اللي يدير حاجه تاع عجين كيما بغرير ولا خميره ولا حاجه اللي تطلع باش اللي تفيض فيها الخميره كما نقولوا، باش يفيض الخير في العام، فعل تاع خير في العام الجديد. انا ما كانش عندي الوقت باش ندير خميره ونخليها تطلع وكاع. قلت المهم حاجه خفيفه، حاجه حلوه نشربوا بها قهوه. درت هنايا 4 حبات تاع بيض، درت كاس سكر، درت كاس تاع زيت، ودرت مبشور تاع حبه ليمون، ودرت خميره الحلويات والفرينه. خلطت كلشي مع بعض وايطاليته في بلا اللي كنت دهنته من قبل بالزيت. فرشته عليه ودرت اون كوش تاع كونفيتور دابريكو، كونفيتور تاع المشماش. حضرته كاع دا شحال كي كان الموسم تاع المشماش، واحتفظت به. راني نخدم به، راني ندير به لي غاتو تاوعي، راه قاعد كيما هو. حلوه تاع صبر رشراش معروفه عند العام والخاص، توجد ليه وحاجه شابه وبنينه. خرجت الكاطو تاعي من الفور، خليته يبرد ورحت قعدت نوجد في روحي. لبست ولبست ولادي، قطعت الكاطو تاعي وقبت الطريق. وبما ان النهار راه قصير، كي وصلت لقيت اختي مكمله العشاء موجده. دخلت غير ريحت. هذا هو عشانا للسهره تاع العشاء تاع الناير والسهره. دارت لنا حريره، دارت بوراك، دارت فلفله، ودارت هنايا ان اوغ دوفغ فاريي، ودارت سلطه ثاني تاع الخس. وكما راكم تشوفوا دارت لنا شويه لحم في الكوشه. حنايا المنطقه تاعنا ولايه سعيده معروفه باللحم مشوي في الضيافات. شهيتكم في الجنه، ما كرهتش كاع تكونوا حاضرين وتكونوا معايا خواتاتي، واللي راها توحم تسمح لي. تعشينا في جو عائلي، ومن بعد مور العشاء لمدنا الكوزينه تاعنا وغسلنا مواعين وطيبنا لاتاي السهره. وهكذا فوتنا السهره تاعنا. ان شاء الله العقوبه العام الجاي، وان شاء الله كاع يخلينا غير ملمومين ويخلي لكم حبابكم، واللي عندها والديها واللي عندها خوتها تبروفيتي منهم الماكسيموم، وما تقطعش صله الرحم. والجود بالموجود تاني، ما نكلفوش على بعضنا وما نكلفوش على رواحنا. المهم ماشي الماكله، ولا المهم هو اللمه والجو العائلي والدفء العائلي. هي ما تتعوضش، على خاطر يجي نهار وين الناس تتفركت والناس تبعد على بعضها وتولي ما تتلاقاش، ويجي نهار وين الناس تتفركت بالموت ولا بالحياه. المهم فاتت واحد السهره، شنو نقول لكم خواتاتي، من اروع ما يكون. مراها كاع عندكم ان شاء الله، والله يفرحكم والله يدوم الافراح عندكم، والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. هذه الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. هكا فاتت الاجواء تاع الناير في دارنا. نتمنى تكون عجبتكم. اللي يعجبها الفيديو ما تنساش تخلي لي جيم وكثروا التعاليق الله يحفظكم، وبارطاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تطلع القناه شويه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلوا في رواحكم وبقوا على خير، والى الملتقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.